قبل انطلاق الدوري بيوم واحد هنستعرض في القائمة دي قائمة الراحلين عن الأهلي وبعد كده قائمة الراحلين عن الزمالك. أولا كده هنبتدي وسام أبو علي رحيل نهائي، علي معلول رحيل نهائي، يعني ما كسبش من هنا، كسب من أول فلوس لكن التاني ما كسبش منه فلوس خالص لأن عقده كان انتهى. عمرو السولية نفس الكلام، راح ببلاش. كريم الدبيس إعارة. أكرم توفيق رحيل نهائي. رضا سليم إعارة. حمزة علاء رحيل نهائي، عقده خلص مع النادي الأهلي. يوسف سيد عبد الحفيظ إعارة. كريم ندفد رحيل نهائي لأن عقده خلص برضه. خالد عبد الفتاح رحيل نهائي. رامي ربيعة رحيل نهائي. سعد سمير محمد إعارة. يحيى عطية الله إعارة. كان الأهلي جايبه إعارة وانتهت إعارته وما جددلوش، يعني الأهلي ما اقتنعش بيه. عمر الساعي إعارة. مصطفى البدري رحيل نهائي، وفي ناس كتير قوي ما كانتش تعرف ان مصطفى البدري اساسا على قوه النادي الاهلي، لا هو كان معار من النادي الاهلي ودلوقتي خلاص رحل نهائيا. كريستو انتهت اعارته. عبد الله بوستنجي، وده انا ما اعرفش ليه بجد عروق، كانوا بيتكلموا عليه كلام كويس جدا وانه لاعب حلو جدا، ولكن في الاخر انتهت ان مشي راح النهائي، نهائي كمان مش اعاره، ده اللي انا مستغرب له. احمد خالد قباقه اعاره. دول قائمه الراحلين عن النادي الاهلي. تعالوا بقى نشوف قائمه الراحلين عن نادي الزمالك. قائمة الراحلين عن نادي الزمالك، في 2 اعتزلوا، شيكابالا وعبد الشافي، اعتزال رسمي خلاص كده، الزمالك خسر 2. احمد سيد زيزو انتهت علاقته بالزمالك وانتهى عقده، انتقل للنادي الاهلي. حمزة المسلوسي انتهى برضه عقده. محمد حمدي كان معار من انبي وانتهت اعارته، الزمالك ما جددلوش. احمد رفاعي انتقل الى غزل المحله، مش عارف ازاي يبقى عند احمد رفاعي وما عروش، يعني انا مش عارف، ما طلعش اعاره، لا طلع بيع نهائي. مهاب ياسر انتقل لحرس الحدود، ما خدش فرصة كويسة جدا مع الزمالك. سيدي نداي انتهى عقده. جيفرسون كوستا انتهى عقده، اللي هم يعتبر ما شاركوش غير في ماتشين ولا حاجة. محمد عاطف، ودي أحلى حاجة اتعملت، انتقل إعارة. مصطفى شلبي انتقل للبنك الأهلي، وطبعا جماهير الزمالك بتزغرط رغم انه كان حلو في الاول بس بعد كده وقع خالص. حسام اشرف اعاره. سيد عبد الله نيمار انتقال رسمي الى البنك الاهلي، ودي حطوا عليها مليون خط وارجعوا الفيديو ده بعد كتير. خساره كبيره جدا لنادي الزمالك، كنت اتمنى ان هو ما يخرجش اعاره ولكن يخرج، كنت اتمنى ان هو ما يخرجش بيع ولكن يخرج اعاره، ولكن هم باعوه. احمد محمود انتقل اعاره، الباك اليمين انتقل اعاره، ما ثبتش نفسه شويه مع الزمالك، يخرج اعاره يثبت نفسه ويرجع تاني وان شاء الله يرجع احسن من الاول. دي كانت قائمه الراحلين عن الزمالك والاهلي. في 3 بيراميدز جابهم، تعالوا نشوف. يعني الماركاتو بتاع الزمالك والاهلي كان كبير، والزمالك اكبر كمان جاب لعيبه اكتر، ولكن بيراميدز اكتفى ب3 صفقات بس ما عملش غيرهم. هو طبعا مشى ابراهيم عادل، وعشان يعوض ابراهيم عادل جاب ايفرتون جناح ايسر، عندك رمضان صبحي جناح ايسر، وعندك زلاكا جناح ايسر. 3 بيلعبوا في ناحيه الشمال، تمام. ومصطفى زيكو جناح ايسر، يعني انت عشان تمشي ابراهيم عادل هتجيب 4، طب مين اللي هيبقى في مكانه في ال4؟ ممكن رمضان صبحي بيلعب ورا المهاجم شويه، ولكن مين اللي هيبقى في المكان ده كله؟ ومحمود جاد كحارس مرمى، هو عينه دلوقتي على حراسه المرمى ان هو بيحاول يقع بالسن شويه في حراسه المرمى لان عنده 2 كبار في السن جدا، فهو عايز ينزل شويه بالعمر في حراسه المرمى. محمود جاد طبعا صفقه كويسه جدا، كنت اتمنى يكون في اهلي او زمالك، ولكن هو خلاص في بيراميدز. ولكن زيكو وايفرتون الاثنين جناح ايسر، دي اللي مخلاني ايه شويه مش عارف، يعني هو يلعب بمين اساسي؟ يلعب بايفرتون؟ اكيد مصطفى زيكو هيبقى احتياطي، هل هو راضي ان هو يكون احتياطي بعد ما كان بيلعب اساسي يبقى احتياطي؟ خلينا نشوف.